عمرك لقيتي راسك تتقلد شي واحد جالس حداك بلا ما تشعر؟ تتبدل الجلسه، الاشارات، حتى النبره ديال الصوت ديالك تتبدل حيت اللي جالس حداك داير بحالها. وبعض المرات تتصدق شي حاجه غير حيت الناس اللي دايرين بك مآمنين بها، ولا كاع تتبدل الموقف ديالك من جهه ديال شي حاجه حيت باغي تنسجم مع المجموعه اللي انت فيها. هاد الظاهره هذه تتسمى المرآة الاجتماعيه، وفي هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على المرآة الاجتماعيه والعلاقه ديالها مع الصحه والشفاء. مرحبا بكم في قناتكم دوابا، القناه اللي تتهضر على كيفاش التصور ديال الانسان يقدر يبدل الفعاليه ديال اي علاج صحي. الى عجبك الفيديو هذا اعطيني لايك ولا كومونتير، وما تنساش تشترك في القناه اللي مازال ما درتيهاش. ونبداو. المرايه الاجتماعيه المعنى ديالها تنقلدوا بعضياتنا بلا وعي، تنقلدوا الحركات ديال اليدين، تنقلدوا الملامح ديال وجهنا، حتى النبره ديال الصوت. بعض المرات تكون جالس مع شي واحد ولا شي وحده وتلقى راسك تقلدهم في الحركات ديالهم بلا ما تفكر فيها. الا داروا يديهم على حناكم ولا داروا حكوا راسهم، انت تلقى راسك درتي نفس الشيء بلا ما فكرتي فيها، تخرج حركه طبيعيه من عندك. الا تفوهت انت تتفوه، الا هزوك كاس القهوه شربوت انت تتهز كاس القهوه وشربتيها. هذه اللي تنسميوها المرآة الاجتماعيه، وهي طريقه طبيعيه ديال الدماغ ديالنا باش يخلق واحد الالفه وواحد الثقه بسرعه. والظاهره هذه تتبان مزيان ملي تنكونوا ضمن واحد المجموعه كبيره ديال الناس ولا شي جمهور. مثلا تتكون ضمن واحد الجمهور تتفرج في شي حاجه، بعض الخطرات تصفاق الجمهور كامل ما تينوضش تيصفق، تلقى غير واحد ولا جوج اللي بداو تصفاق، وبشويه بشويه بشويه حتى ولا الجمهور كامل تيصفق، بحال شي موجه دلعات في الجمهور كامل. ولا الضحك مثلا، تكون في شي مجموعه كبيره انت وصحابك، شي واحد ضحكاتو شي حاجه خرج الضحكه، الثاني تا هو ولا تيضحك، الثالث هو ولا تيضحك، حتى المجموعه كامله اللي انت فيها كامل نقصوا بديتو تضحكوا. يعني حتى الدائره ديال الضحك انتشرات بحال شي موجه في المجموعه كامله. هذه هي المرآة الاجتماعيه، تنقلدوا بعضياتنا، وهذه بحال قلتي اشاره تنديروها باش ننسجموا مع بعضياتنا بالحق. علاش تنديروا؟ علاش الدماغ ديالنا عنده الظاهره هذه ديال المرآة الاجتماعيه؟ ومن بين الاسباب اللي تتجعل الدماغ ديالنا ينفعنا باش نقلدوا بعضياتنا هي بطبيعه الحال الامان. اللي منسجم مع المجموعه ديالو معنيتها راه هو في امان. واحد الحاجه كامل تنعرفوها من الصغر ديالنا، سواء كنا في المدرسه ولا في الحومه مع صحابنا، ولا حتى من بعد ملي بدينا تنخدموا كنا مع الناس اللي تنخدموا معاهم بلا ما تنشعروا. وبالخصوص الا كنا جداد في شي مجموعه، عاد دخلنا لواحد المجموعه ديال الناس ولا ديال الدراري، بلا ما تنشعروا تنحاولوا ما امكن نقلدوهم وما نبانوش مختلفين عليهم، تنهضروا بحالهم، تناقشوا المواضيع بحالهم، تنضحكوا بحالهم، تنديروا الملامح ديالهم بطريقه غير مباشره بلا ما نشعروا. هذا ماشي نفاق، هذه حاجه طبيعيه، لان الدماغ ديالنا باغي يخلينا في امان، وباش تكون في امان خاصك تكون منسجم في المجموعه ديالك، ما تكونش خارج على القاعده وما تكونش مختلف، لان الا كنتي مختلف راه ساهل على شي واحد باش يجي يدير لك الصداع. معنيتها باش ملي تنقلدوا بعضياتنا راه بطريقه غير مباشره تنحاولوا نجيبوا الامان لنفسنا. وسبب اخر اللي تيجعلنا نقلدوا بعضياتنا هو تقليل الشك في المواقف الغامضه. تنحاولوا نقلدوا بعضياتنا باش نقللوا من الحيره. متى تلقى راسك في شي مواقف والناس يتصرفوا بشي وضعيه معينه، تستنتج ان التصرف هذاك راه غالب الاحيان غيكون صحيح. الا لاحظتي بعض المرات تتلاقى مع شي واحد، لنفرض شي حرايفي، شي معلم بغيتيه يصوب لك شي حاجه، تيبدا النقاش بيناتكم اول مره، انت تتقول شي حاجه، تتقول واحد الجمله والمعلم تيعاودها لك حرفيا كما قلتيها تيعاودها لك هو. هذيك راه طريقه غير مباشره لان المعلم تيحاول ما امكن يجعلك دير الثقه فيه. وتلقى راسك حتى نتايا تدير نفس الشيء مع شي ناس عاد تقابلتي معاهم باش تجعلهم يثيقوا فيك. ملي تيقولوا شي حاجه ولا شي جمله تتعاودها حرفيا كما قالوها، تتعاودها تفاليديها ليهم. هذيك طريقه غير مباشره ملي تنقلدوا بعضياتنا تنحاولوا نقللوا من الشك بيناتنا. وكاين سبب اخر اللي تيخلي الناس يقلدوا بعضياتهم، السبب هذا هو الاقتصاد ديال الطاقه. التقليد تيختصر عنا الطاقه الذهنيه وتيحل لنا باب التواصل. ملي تكون تتشبه شي واحد اللي تتهضر معاه في الايقاع ديالو، الحوار بيناتكم ما تيتطلبش واحد الطاقه ذهنيه كبيره، تيجي ساهل. وبالخصوص الا كنتي عاد تقابلتي مع شي واحد تلقى راسك عوض بدا تفرض راسك والطريقه باش تهضر والشخصيه ديالك، تلقى راسك ما امكن تقتصد الطاقه الذهنيه ديالك
وتتقلدهم في طريقه باش تيهضروا، غير باش توصل الميساج ديالك بطريقه سهله، حيت انت تقول ما عنديش انا الوقت اللي غنبدا عاد نتفاهم وعلاش هادي نقولها بالطريقه ديالي. لا، تشوفهم كيفاش يهضروا، تتهضر بحالهم، وتلقى راسك الميساجات تيمشيو بسرعه. وهذه طريقه الدماغ ديالنا تيخلينا نديروها باش نقتصدوا الطاقه الذهنيه ديالنا. ودابا غادي نهضروا على العلاقه بين المرايه الاجتماعيه والصحه والشفاء. كاين رابط اللي تيربطنا بين الظاهره ديال المرايه الاجتماعيه ما تنقلدوا بعضياتنا والصحه والشفاء اللي تناخذوه من العلاج. وهذا الرابط هذا تيبان مزيان في الطريقه اللي تنحسوا بها بالفعاليه ديال العلاج. كاينه واحد الظاهره تسمى ظاهره البلاسيبو، اللي هي ظاهره تتفسر لنا كيفاش التوقعات اللي راها في بالنا تتقدر تبدل لنا الاحساس بالفعاليه. لكننا متوقعين ان الدواء هذاك اللي غناخذوه غيعاوننا، فعلا الاحساس بالفعاليه تتكون طالعه وزايده. والعكس صحيح، الا كانوا التوقعات هابطين والثقه ديالنا في الدواء هذاك مشكوك فيها وغير بغينا ناخذوه حيت ما بغينا نجربوه، الاحساس بالفعاليه حتى هي غتكون هابطه. هذا هو اللي تسمى تاثير البلاسيبو. واي علاج كما بغى يكون النوع ديالو، سواء دواء خديناه من الصيدليه او عشبه خديناها من العطار او عمليه جراحيه درناها في السبيطار، اي نوع ديال العلاج ديما عنده جوج العناصر: العنصر العلمي والعنصر النفسي. العنصر العلمي هو الحاجه اللي العلم تيقدر يفسرها لنا. في الحاله ديال الدواء، العلم تيقول لك راه الدواء هو ماده فعاله كيميائيه عندها ميكانيزم داخل الجسم ديالنا، تدخل الجسم ديالنا تدير لنا واحد التاتيه تتفاعل مع الجسم ديالنا باش تعطينا واحد النتيجه. هذا هو العنصر العلمي اللي كاع هو اللي تنثيقوا فيه، هو اللي تنقولوا علاش الدواء خدام. بالحق العنصر الثاني، الجانب النفسي، ما تنهضروش عليه بزاف، هو تاثير البلاسيبو. هو التوقعات اللي راها في بالك حتى هي حاجه اضافيه تتزيد على العنصر العلمي وتطلع من الاحساس ديال الفعاليه اللي تنحسوا بها ملي تناخذوا الدواء. وغتقول لي واخا شنو العلاقه بين المرايه الاجتماعيه والاحساس بالفعاليه؟ المرايه الاجتماعيه كما قلنا هي ملي تنكونوا حنايا بحال شي مرايه تنعكسوا الناس والاسلوب ديالهم تيكونوا قدامنا ولا دايرين بينا. معنيتها الناس هادوك اللي عندهم واحد الاسلوب، واحد الطريقه باش يهضروا، واحد واحد الطريقه اللي تطلع الثقه والامان داخل النفس ديالنا، التوقعات ديالنا غتكون ايجابيه حتى هي. ولا كانوا الناس هادوك سلبيين وعندهم طريقه خايبه اللي جعلتنا ما يكونش عندنا واحد الثقه واحد الامان فيهم، التوقعات ديالنا غتكون هابطه. خليني نفسر لكم اكثر. دابا مثلا واحد ضرو راسو مشى للطبيب باش ياخذ وصفه طبيه، ياخذ دواء من الصيدليه باش يهبط من الحريق ديال الراس اللي عنده. كاين اللي غيقول لك انا طبيب، ما تيهمش كيفاش تيهضر معايا الطبيب، انا اللي مهم عندي هو يقول لي شنو فيا ويعطيني شي حاجه اللي تعاونني، انا هادشي علاش نمشي للطبيب. كيفاش تيهضر معايا ماشي مهم، ماشي شغلي داكشي. وهذه غلطه، لان الطريقه اللي تيهضر معاك بها سواء طبيب ولا صيدلي راها مهمه ومهمه بزاف، حيت كاع الاطباء ماشي بحال يعني ما عندهمش شخصيات بحال تيتشابهوا. لا، كل طبيب وطبيبه وكيفاش دايرين. كاين سبحان الله الطبيب ولا طبيبه تتمشي عندهم من الديبار تتشعر بواحد الراحه نفسيه ما تتعرفش علاش. الناس هادوك تيعرفوا كيفاش يهضروا مع الناس المرضى، عندهم واحد الاسلوب واحد الطريقه تعطيك الوقت، تعطيك ودنو، تيتصنت لك، تيشعرك بواحد الثقه. وملي تيكتب لك شي حاجه ولا واحد الاوردونونس تتكون نفسك مرتاحه. معنيتها من اللحظه هذيك والتوقعات ديالك ان العلاج اللي عطاه لك الطبيب غيعاونك تتكون طالعه. معنيتها من اللحظه اللي بديتي تهضر مع الطبيب الا كنتي مرتاح، العلاج راه ديجا بدا. تيقول لك انا مازال ما خديت الدواء وحسيت بالراحه، ديجا بديت نحس بالراحه. وكاينين اطباء، النوع ديال الاطباء اللي عندهم كفاءه كبيره بالحق، الاسلوب ديالهم كيفاش تيهضروا مع الناس المرض اسلوب بارد، ما تيعرفوش كيفاش غير تيسولوا اسئله وتيبغيو الجواب يكون قصير، ما تيعطيكش الوقت، مزروب ديما تيشوف الساعه. النوع هذا ما تيعطيكش واحد الراحه النفسيه، ما تيعطيكش واحد الثقه، واخا يكون عنده كفاءه كبيره بحق ما تتكونش مرتاح. يعني واخا يعطيك شي دواء في بالك الدماغ ديالك راه ما مرتاحش، معنيتها واخا تاخذ الدواء هذاك الاحساس بالفعاليه ما غيكونش طالع بزاف.
وكما قلنا الإحساس بالفعالية ولا تأثير البلاسيبو حاجة إضافية تزيد على المادة الفعالة ولا المادة الكيميائية ولا المكونات الطبيعية اللي كاينين مثلا في الأعشاب الطبية. ونفس الشيء مثلا واحد من طبقة شعبية ما بغاش يمشي عند الطبيب، غيقول لك أنا غنمشي عند عطار ولا عشاب، كاينه واحد العشبة راه العائلة تياخدوها ملي تيضرهم راسهم، راه العشاب هذاك ولا العطار اللي حتى هو راه نفس الشيء، راه كاين العطارة اللي تمشي عندهم تيقول لك شنو باغي، تيتسناك انت تقول له شنو باغي، تيمشي يجيبها وتيعطيها لك وصافي. كاينين انواع اخرين ديال العطارة والعشابة اللي ملي تمشي عندهم تتسولهم على شي حاجه راه تيعطيك تفسير على العشبه هذيك اللي غيعطيها لك، تيقول لك كيفاش تاخذها، كيفاش توجدها، كيفاش طيبها، كيفاش تشربها، الوقيته اللي تشربها، وتيشعرك بواحد الثقه من البدايه، تعطيك واحد الثقه تقول هذا فلان عارف علاش تيهضر، بغض النظر واش العشبه هذيك عندها مكونات طبيعيه فعلا تتعاون الجسم ديالنا ولا لا، غير بالهضره باللسان ديالو شعرك بالامان بواحد الثقه. هذا هو الجانب النفسي، هذا هو الجانب ديال البلاسيبو اللي تنهضروا عليه، اللي معنيه ديال المعنى ديالو التوقعات اللي راه في الدماغ ديالنا تطلع من الاحساس بالفعاليه اللي راه هي حاجه ملموسه، حاجه حقيقيه ماشي حاجه وهميه. آه، وهذا الشيء علاش تنقولوا المرايا الاجتماعيه عندها علاقه بالعلاج والصحه. يعني المرايا الاجتماعيه تتاثر لنا على التوقعات اللي راها في الدماغ ديالنا، والتوقعات اللي راها في الدماغ ديالنا تتاثر لنا على الاحساس بالفعاليه. هادشي علاش نقولوا المرايا الاجتماعيه عندها رابط اللي تيربطها مع الصحه والشفاء اللي تناخذوه من اي علاج. اذا هذا الميول الطبيعي اللي عندنا حنايا باش نقلدوا سلوكات المعتقدات المواقف ديال الناس اللي دايرين بينا تيأكد لنا اننا مخلوقات اجتماعيه مديورين باش نتاقلموا وندمجوا مع بعضياتنا في مجموعات باش نسهلوا التواصل مع بعضياتنا.